العيد قرب وكلنا بنفكر في اللبس والخروجات، بس بصراحة أجمل إحساس في العيد إنك تدخليه وإنتي حاسة إنك مرتبة نفسك من كل ناحية. في الفيديو ده هشارك معاكم روتيني قبل العيد، سواء من عناية بالبشرة لتنظيم اليوم لحاجات بسيطة تخليكي تحسي بالجلو الحقيقي. فهشارك معاكم الروتين اللي أنا هعمله بإذن الله، سواء لبشرتي للفول بادي وحاجات تانية برضو. فإذا كنتي بتحبي تطوير الذات تابعيني عشان محتواي يفيدك، وخلونا نبدأ في الفيديو. طيب هنقسم الفيديو ل3 روتينز. أول روتين للبشرة، تاني روتين للفول بادي، تالت روتين للشعر. تعمليهم في ليلة العيد هيعملوا فرق جامد معاكي عن تجربة. تغيير الشعور الكلين اللي انتي هتحسي بيه بعد ده كله. وفي اخر الفيديو في كام نصيحة حابة اقولها لك في موضوع العيد اهم من الفيديو ده كله. بس خلينا الاول نبدأ بالعناية تحديدا بالبشرة. مش هتتطلب فلوس كتير خالص مبدئيا، امشي بس على الخطوات اللي هذكرها لك وهقولك عليها، وفي حال ذكرت حاجة بفلوس هجيبلك قدامها حاجة بديل ليها. مبدئيا وقبل اي حاجة عايزاكي تجيبي وعاء، مش عارفة بتسميه ايه في بلدك، بس المهم وعاء تحطي فيه مية سخنة تطلع بخار او دافية، المهم اني عايزة البخار يطلع منها. وبعدين تجيبي فوطة وتحطيها عليكي وتكون راسك قريبة من البخار، فبحيث يجي على بشرتك. فلما البخار ده يجي على بشرتك بيفتح لك المسام عشان نبدأ عنايتنا بالبشرة، وعشان الماسكات اللي احنا هنحطها يمتصها وتجيب فايدة اكبر. طبعا هتخلي البخار يجي على بشرتك 10 دقايق كفاية قوي. وبعدين هنبدأ بالماسكات. لو عندك ماسك اشتريتيه تمام حطي منه، مش عندك وحابة تعملي في البيت ماسك الزبادي بالخيار، ده الماسك اللي اقدر أأمنه لكل البشرات. فانا مش بحب ومش عايزة اجيب لكم ماسك بوصفات طبيعية يكون لايق على بشرة معينة والبشرة التانية لا. ولو في ماسك معين بتحبوه وبتعملوه دايما اعملوه. المهم الخطوة التانية، اول حاجة هتحطيها على بشرتك والمسام مفتوحة وهي الماسك. بعد ما حطيتي الماسك بربع ساعة، في الأثناء دي هنعمل عصير صحي مفيد للبشرة والجسم، سواء كان عصير خيار بكرفس وليمون وتفاح اللي هو المشروب الأخضر، أو بذور شيا بماء بتساعد على صفاء البشرة، أو خيار بنعناع بليمون، أو خيار وليمون بس نشربه عشان يجدد خلايا البشرة ويفتحها ويصفيها، أو حتى عصير البنجر أو الشمندر زي ما بتسموه، ده تحفة جدا خصوصا مع الجزر والخيار والليمون. شوفوا المتوفر عندكم، حتى لو هتعملوا عصير شمندر لوحده بس اللي هو نفسه البنجر. بعد ما تخلصوا امسحوا بشرتكم للماسك التاني، والماسك التاني افضل ماسك جربته للهالات السوداء وسودان حوالين الفم، واطمنوا آمن جدا عن تجربة مني، وساعات بحطه على الشفايف بيعمل توريد، وهو معلقة قهوة ومعلقة عسل ومعلقة مية دافية وبس. اخلطوه كويس وحطوه على الهالات وحوالين الفم، وممكن على الشفاه عادي، واستنوا من ربع ساعة ل20 دقيقة وبعدين ابدأوا امسحوه. ولما تيجوا تمسحوه وتغسلوا بشرتكم اغسلوها بمية باردة بحيث ان انتوا تقفلوا المسام اللي كانت مفتوحة. وبعدين ابدأي شيلي شعر الوجه سواء بالشيفينج او ايا كانت الطريقه اللي بتحبيها. انا عن نفسي بفضل الفتله. وبعد ما تخلصي شيفينج هاتي تلج وابدأي مرريها على الاماكن اللي انت عملتي عليها شيفينج، وبعدين حطي عليها مضاد حيوي، ده هيساعد جدا ان هي تهدى. فاكبر غلطه من الناس بتحط مرطب للبشره على الاماكن دي، فبالتالي بتحرقها اكتر. ولكن لو عايزة تتجنبي حاجة زي دي وتتجنبي الحساسية اللي ممكن تحصل لك، حطي مضاد حيوي على الاماكن. فاشتري المضاد الحيوي ده على اساس انه اي مرة تيجي تعملي فيها شيفينج بعد كده تحطي المضاد الحيوي، فهو بجد نتيجته تحفة جدا وبيقلل بنسبة كبيرة من الوجع ومن الاحمرار اللي بيحصل بسبب الشيفينج. اخر حاجة سرحي حواجبك بالفازلين شوية صغيرين قوي، سرحيهم بيها. كمان الشفايف رطبيها بالفازلين، فالشفايف بالذات بتحتاج مرطب تقيل ليها. ولو مش عندك فازلين من ايام قبل المقاطعة اشتري انواع بديلة، ما تقلقيش هي بتدي نفس النتيجة. ولو مش عندك خالص ومش هتشتري هاتي زيت زيتون ورطبي بيه شفايفك وشوية صغيرين منه قوي لحواجبك، وحاولي بين كل عناية وعناية وجلسة وجلسة تشربي مية بحيث ترطبي كمان من جوه، فخلي في ازازة مية جنبك. بالنسبة للجسم فهنعمل فول بادي في الشاور. ايه الفول بادي بقى يا جنى بالظبط اللي هنعمله؟ تعالي اقولك. مبدئيا قبل ما تاخدي الشاور محتاجة منك مرطب للجسم، سواء كان زيت زيتون او مرطب انتي بترطبي بيه جسمك على طول، بالاضافة الى مضاد حيوي اللي اتكلمنا عنه قبل شوية، بالاضافة للفازلين. ركزي معايا كده 3 مرطبات. وبعدين تجيبي طبق على جنب تحطي فيه سكر، قهوة، زيت زيتون، شاور جل. ولو مش عندك قهوة اكتفي بالسكر وزيت الزيتون والشاور، وعليكي تستغني عن الشاور جل عادي لو مش عندك.
استيل هيجيب نتيجة بإذن الله. وبعد كده محتاجة منك شيفينج، وهاتي أي بيجامة بتحبيها معاكي. كده معاكي 5 حاجات غير البيجامة واللبس: سكراب لجسمك أو مقشر، مرطب للجسم أو زيت زيتون، فازلين، ومضاد حيوي. لما تبدأي الشاور، في ناس بتحب تبدأ بالسكراب بعدين الشيفينج، والناس التانية العكس. شوفي أنهي طريقة هتناسبك وامشي عليها. أنا عن نفسي بمشي بالشيفينج بعدين سكراب. فترتيب الشاور باختصار اللي انتي هتمشي عليه: شيفينج لكل جسمك وسكراب أو زي ما تحبي، ولكن السكراب مش لجسمك كله. أتمنى تكوني فهمتيني. وبعدين تكملي الشاور بتاعك طبيعي. لما تطلعي رطبي جسمك بالمرطب بتاعه زي ما قلنا، ولو في مناطق خشنة عندك رطبيها بالفازلين. أما بالنسبة للمضاد الحيوي فده للمناطق الحساسة. لما تطلعي من الشاور حطي فازلين على مناطق النبض ورشي عليها برفيوم بتحبيه. ولما تحسي جسمك نشف حطي أي مزيل عرق انت بتحبيه. ومن أهم الحاجات اللي ناس كتيرة بتنساها في تجهيزات العيد هي العناية بالقدمين والإيدين. فخلينا نعمل روتين بسيط يخليهم ناعمين ومرتبين. بالنسبة للإيدين فهي أمرها بسيط. هنعملها سكراب عبارة عن سكر وزيت زيتون. السكراب ده خرافي، لو هقولك قد ايه بينقذني مش هخلص بجد. والأحسن من ده كله انك ترطبي بعدها بفازلين، هتصحي تاني يوم تكون ناعمة جدا. الأفضلية تخلي الروتين ده قبل النوم عشان مش هيخليكي تعرفي تمسكي الموبايل، لأن فيه زيوت وفازلين. الحاجات دي تقيلة ولكن في النتيجة بتبقى أسطورية حرفيا. أما بالنسبة للضوافر فابرديها وبعدين حطي عليها زيت زيتون. نيجي للقدمين، هاتي وعاء كبير حطي فيه مية دافية مايلة للسخنة شوية، عصري الليمونة وبعدين حطي الليمونة نفسها في الوعاء. سواء كنتي هتمسكي فيها الموبايل، هتقرأي رواية، هتقرأي كتاب، أي حاجة بتحبيها اعمليها. وقصي ضوافرك وبرديها. وبعدين لما تخلصي استخدمي حجر القدم الطبي، تقريبا اسمه كده، هو رخيص على فكرة ولكن فعال جدا. ابدأي افركي بيه وركزي على المناطق الخشنة الداكنة زي الكعبين وأي منطقة تانية. بعد ما تخلصي نشفيها وحطي عليها الثنائي ده: زيت زيتون مخلوط بفازلين. حطي كتير قوي عليها خصوصا المناطق الخشنة اللي ذكرناها. وبعدين البسي شراب. ولو مش حابة تعملي كل ده اعملي بس سكراب، زيت زيتون وسكر. اخر حاجة معانا العناية بالشعر، بسيطة جدا متقلقيش. اول حاجة سرحي شعرك من تحت لفوق عشان التساقط، وقصي اطراف شعرك. عندك 3 اوبشنز بعد كده: يا تعملي حمام زيت، يا حمام كريم، يا ماسك طبيعي عادي. في حالة لو هتعملي حمام زيت فهو بيركز اكتر على فروة الراس وعلى تطويل الشعر وعلى انه يكون كثيف. هتجيبي اي زيت بتستخدميه بتحبيه. انا مثلا ممكن ارشح لك دبر املة. وقسمي فروة الراس ل3-4 تقسيمات، وابدأي حطي زيت على كل منطقة ودلكي لمدة دقيقة او دقيقتين في المنطقة الواحدة. وخلي بالك الزيت اللي هتحطيه على فروتك بالكامل يبقى قد معلقة او معلقة ونص بالكتير قوي. ولميه واستني ساعتين اقل حاجة، واكتر حاجة 4 ساعات. في حالة بقى لو هتعملي حمام كريم فهو بيركز اكتر على الاطراف وبيشيل التقصف. فقسمي برضو اطراف شعرك وحطي على الاطراف هنا مفيش عدد معين، وحطي براحتك على الاطراف مفيش عدد معين هنا. فلما تحسي انك تمام خلاص لميه وسيبيه نص ساعة. اخر حاجة الماسكات الطبيعية. بصراحة أنا ممكن آخر ماسك طبيعي عملته كان قبل 2 سنين، لأني مش برشحهم خالص، ولكن at the same time أكيد في ناس بترتاح عليهم، وأكيد في ناس شايفة إن هم كويسين وبتشوف نتيجة منهم. فشوفي لو في أي ماسك معين بتحسيه حلو لشعرك حطيه. لو مفيش هقولك على ماسك معين في ناس كتيرة بتقول إن هو حلو، ولكن أنا بصراحة ما جربتوش. ممكن أجربه قبل العيد، ولما يجيب النتيجة بإذن الله هعمل لكم منتدى وأقول لكم عليه بحيث ما تضروش شعركم. بمعنى أصح نجرب عليا أنا الأول. المهم الماسك عبارة عن انك هتحطي 2 معلقة قهوة في كنكة ومية وتستني لما يغلوا. بعدين هتصفيهم في طبق على مصفى ومنديل، وتجيبي الطبق وتحطي عليهم 1 معلقة نشا كبيرة وتقلبيهم، وتحطي 1 معلقة زيت زيتون وتقلبيهم لغاية ما تديكي قوام كريمي، وتبدأي تحطي على أطراف الشعر وتستني 1 ساعة ل2 ساعتين. كم نصيحة في آخر الفيديو محتاجة تسمعيهم النهاردة. عايزاكي العيد ده او ليلة العيد او اي يوم تهتمي بنفسك فيه. ما تعمليش كده على اساس تعجبي حد، ولا تعملي كده كرها في مظهرك مثلا وحابة يكون احسن. انا عارفة قد ايه الشعور ده صعب، بس
انا عايزاكي ليلة العيد تخلي العيد ده مختلف، مش من الماسكات اللي بتعمليها، مش بالروتين اللي هتعمليه، مش بالاماكن اللي هتخرجيها، مش بستايل اللبس اللي هتلبسيه السنة دي. انا عايزة التغيير يكون من جواكي. عايزاكي العيد ده تتعلمي تقضي وقت مع نفسك اكتر، سواء كان في ليلة العيد او غيره، او حتى لو هتخرجي مع صحابك عايزاكي تركزي على نفسك الصغيرة، تشوفي فرحانة ولا لا، فرحانة مع الناس اللي هتخرج معاهم ولا لا. لو لا خلاص اطلعي مع نفسك العيد ده. على فكرة دي مش حاجة وحشة خالص تقضي العيد لوحدك، لان الموضوع كله بيكون في العقلية. لما بتاخدي الامر على انه مفيش حد بيحبك، ومفيش حد شايفك صاحبة مناسبة ليه، ومفيش حد شايفك انك جميلة كفاية، هنا بتبقى المشكلة. على عكس ده شوفي المنظور التاني، البسي النضارة التانية اللي هي اكشلي النضارة الحقيقية. بدل ما تقولي مفيش حد شايفك مناسبة ليه، قولي مفيش حد مناسب ليكي. مفيش واحدة كويسة لغاية دلوقتي تقدري تخرجي معاها، ربنا لسه بيهيألك الحد المناسب ليكي والصحبة المناسبة ليكي. وبدل ما تخرجي مع ناس، هتقضي وقت مع صاحبتك اللي عايشة معاكي العمر كله، اللي عايشة معاكي من اول دقيقة كنت موجودة فيها في الحياة دي كلها. هتقضي وقت مع البنت دي. ازاي مش هتبقي فرحانة؟ وهتبقي فرحانة مع ناس مش مرتاحة معاهم، او حتى ناس كنتي مرتاحة معاهم حتى لو من 4 سنين. نفسك اولى، لأنها الصحبة الوحيدة اللي هتفضل معاكي من أول ثانية لآخر ثانية في حياتك، وحتى ما بعد الموت. فعشان كده اتعلمي تحسني علاقتك معاها، اخرجي معاها، اشتري ليها حاجة بتحبها تشربها، واقعدي في كافيه مثلا مع نفسك تتفرجي على مسلسل، تقرأي كتابك، او حتى ما تعمليش حاجة وتقعدي تتأمليه. فالوقت اللي هتقضيها معاها ده هو اللي هيزود ثقتك بنفسك، هو اللي هيخلي جاذبيتك اكتر، وهو اللي والله العظيم وربنا هيحاسبني على كلامي ده هيخلي الناس تجري وراكي. هيشوفوا انه البنت دي مستمتعة لوحدها، البنت دي مميزة، البنت دي عارفة تستمتع بوقتها لوحدها وتتحكم في نفسها لوحدها، مش الناس اللي بيتحكموا فيها وفي مزاجها. هي اللي بتفرح نفسها بنفسها وبتعرف تفرح نفسها، مش حد اللي بيفرحها ولا حد بيعرف تفرح ازاي. وافتكري ما تعمليش الحاجة دي علشان حد، انت بتعمليها عشان نفسك وعشان صاحبتك البيست فريند بتاعتك اللي هي نفسك. عيد سعيد عليكم. اتمنى يكون العيد ده اجمل عيد يعدي عليكم، وتكتشفوا فيه حاجات جميلة، وتصاحبوا فيه ناس جميلة، وتصاحبوا فيه نفسكم الجميلة، ومفيش اي حد يزعلكم. اقدر اقول دلوقتي thank you so much for watching، واشوفكم في الفيديو الجاي.